السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. طبعا كل جماهير النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي مستنيين طبعا في الفترة دي صفقات تقيلة للنادي الأهلي وانتدابات طبعا، سواء في الانتقالات الشتوية اللي جاية أو انتقالات كأس العالم، بسبب الخسارة اللي تعرضنا لها طبعا في نصف نهائي كأس العالم للأندية من باتشوكا المكسيكي. وفي اللحظة اللي الناس كلها والجماهير كلها مستنية صفقات النادي الأهلي طبعا، سواء صفقات أجنبية أو تدعيمات محلية، ولكن في قوة النادي الأهلي وتستحق يعني اللعب في النادي الأهلي، كعودة مثلا حمدي فتحي وعودة مثلا محمود تريزيجيه. فجأة كده نلاقي الهارب البرتغالي، الهارب المدير الفني طبعا السابق للزمالك جوزيه جوميز، فجأة كده ترى اللي الناس كانت في الأول تقول لك ده سبب هروب جوميز عن الزمالك تركي الشيخ، وطبعا على مصلحة النادي الأهلي. طيب يا سيدي، خد عندك جوميز أول ما خلع من الزمالك وهرب، أول حاجة حرض عينه على لعيبة النادي الأهلي. يعني فجأة كده يعني أندية سعودية، أندية إماراتية، أندية قطرية حطت عينها على لعيبة النادي الأهلي بعد كأس العالم للأندية. أبرزهم طبعا الهارب جوزيه جوميز، حرض عينه على رمانة وسط الملعب مروان عطية بعد الأداء الكبير اللي قدمه طبعا في مباراة باتشوكا رغم الهزيمة من ركلات الترجيح. المهم، فجوزيه جوميز عرض على إدارة نادي الفتح السعودي التعاقد مع مروان عطية بمبلغ مالي خيالي، مبلغ مالي خرافي، ولكن الصفقة يا جماعة ميتة من قبل ما تولد، يعني ميتة من قبل ما تتولد. ليه يا عم؟ إذا كان النادي الأهلي دلوقتي بيعاني في حتة نص الملعب الارتكاز دي، مرة اللاعب نبيل كوكا، وأيضا يعني نبيل كوكا لو مصاب أو مثلا مش في المستوى ما عندناش حد. ساعات بنلعب أكرم توفيق اللي هو باك رايت، بنحطه في نص الملعب علشان عندنا عاجز في المنطقة دي، بعد ما الله يسامحه طبعا مارسيل كولر السنة اللي فاتت مشى حمدي فتحي ودينا طبعا الوكر القطري، وايضا مشى اليو ديانج، مش معتقد بيه او مش مقتنع بيه. ولكن بعد الهزيمه دي يا جماعه الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي قال لا، عندك يا عم مارسيل كولر مفيش الكلام ده، احنا هنتدخل في القرارات. اولا عوده اليو ديانج بشكل رسمي بعد الاعاره في السعوديه، هيرجع على طول وهيكمل مسيرته مع النادي الاهلي. عودة أحمد عبد القادر برضه كان مش مقتنع طبعا بمارسيل كولر. الاثنين دول هيرجعوا مع التعاقد مع حمدي فتحي لفترة إعارة 6 شهور، وممكن لو ما كانش 6 شهور هتبقى مثلا شهر اللي هي فترة كأس العالم للأندية من طبعا النادي القطري. فبالتالي احنا عندنا أصلا أزمة في نص الملعب الارتكاز، سواء طبعا مروان عطية اسمه ايه ده، مروان عطية لو اتصاب مش هتلاقي قدامك غير نبيل كوكا، وتلاعب اكرم توفيق او تنزل عمرو السولية في بعض الاوقات، لان عمرو السولية كلنا عارفين دلوقتي دخل في 35 سنة او 34 سنة. فبالتالي الصفقة يا جماعة جوزيه جوميز حرض عينه على لعيبة الاهلي من وبعدين يا جوزيه جوميز، انت اصلا بتدرب نادي الفتح، امال لو بتدرب النصر ولا الاتحاد ولا الهلال ولا كنت عملت ايه؟ ده انت بتدرب الفتح. عارفين الفتح يا جماعة في الدوري السعودي المركز الكام؟ الفتح في المركز الأخير، المركز 18. لما راح له جوزيه جوميز الهارب من كم أسبوع، يعني من أسبوعين تقريبا أو 10 أيام، كان لسه في المركز 16 تحت، يعني فوق مركز من مراكز الهبوط اللي هو 18 وال 17 وال 16، هو كان في المركز ال 15. دلوقتي أصبح هو في المركز ال 18 والأخير، عنده 6 نقاط فقط لا غير من 13 مباراة تقريبا. هو عاوز يجيب، راح يعني اتكلم مع الاداره بتاعت نادي الفتح، قال لهم لا، انتوا عاوزين تطلعوا من منطقه الهبوط لازم تدعموا الفريق، عاوز 1 2 3. واولهم طبعا اول ما حط لاعب عينه حط على لاعب النادي الاهلي. ولكن زي ما قلنا يا جماعه، الاهلي مستحيل 100% مش هيفرط في اي لاعب، خاصه لعيبه الوسط، لاننا عندنا عاجز شديد بعد ما قلنا زي ما مشي طبعا حمدي فتحي ومشي اليو ديانج، وباذن الله راجعين تاني. ده يا جماعه باختصار كل ما يخص طبعا الخبر والاشاعات طبعا، او مش الشائعات، الاخبار في الفتره الاخيره دي من العروض المقدمه طبعا لمروان عطيه، سواء من الانديه السعوديه او الانديه القطريه او الاماراتيه. ولكن مهما كان الراجل ده مش هيمشي من النادي الاهلي يا جماعه، وخاصه ان عقده ممتد مع النادي الاهلي لسنه 2028، يعني بعد 4 سنين بالتمام والكمال. واصلا حتى لو هو حب يفسخ العقد بتاعه مثلا، والنادي السعودي او الخليجي بشكل عام يدفع الشرط الجزائي، ما اعتقدش ان مروان عطيه هيعملها بسبب انتمائه للنادي الاهلي. ده يا جماعه باختصار كل ما يخص طبعا الاخبار اللي عندنا النهارده. ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو علشان يوصلكم كل جديد، وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل اشعار. كان معاكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.